تردد انه مشروع بتاع محور القناه ده كلف 20 مليار دولار. قالوا ان في بلد عربي هتيجي وانه عبد المنعم مفتوح هياخد الحكايه دي تتاجر لقطر وحاجات كده. انا هذا المشروع اولا عشان ما نعيش بطولات زائفه كما اعتاد البعض ان يدعي البطولات الزائفه. هذا المشروع قدموا وبحثوا ودرسوا عدد من اعضاء هيئه قناه السويس سابقا، مش احنا اللي عاملينه، واتوا النبي. فلما سالت احد اعضاء الهيئه لماذا لم تنفذوا هذا المشروع، قال لانه لم ياتي القرار السياسي لتنفيذه. يعني المشروع ده جاهز، 20 مليار دولار ينفذ على 7 سنوات في اقليم قناه السويس، يكون عائده 100 مليار دولار. التمويل بتاعه يجي منين؟ جزء من الدوله، جزء من ممولين ومستثمرين وطنيين مصريين وعرب وغير عرب، وده كله بيتم. امال احنا نفتح الاستثمار لمين؟ لكن ده طبقا لخطه تضعها الدوله، لكن لا قطر ولا مش قطر. ولو قطر تقدمت كحكومه او مستثمرين قطريين، ايه حاله الارتكاريه بتاعت قطر دي؟ يعني ده حتى عيب ان احنا كل ما نقول حاجه واحد يقول لي قطر قطر قطر. الله، ايه احنا ايه قطر؟ دوله عربيه حبيبه وعزيزه، وهي كلها حته صغيره ربع شبرا. عاملين لها ليه المشكله دي؟ يعني عيب لما مصر يقعد البعض شغلنا بايران وكأنك ايران عفريت وهينط في مصر، والبعض شغلنا بقطر، والبعض شغلنا بالسعوديه. مصر دوله عظيمه، كل هؤلاء محل تقدير واعزاز، لكن مصر اعظم من انها تقعد تعبث. هذا كان يفهم ومتفهم في نظام سابق انبطح امام الجميع وباع الوطن واذل كرامته، لكن بعد دماء الشهداء الطاهره مصر ستظل كبيره. ارفع راسك فوق، انت مصري. ارفع راسك فوق، انت مصري.